من غير قوالب ولا خلاط ولا كمان مضرب كهربائي ولا كمان كريمه لباني. هنعمل احلى ايس كريم الاوريو وكمان ايس الاوريو اللي بيتباع العلبه الصغنطه قد كده ب 22 جنيه، بس طبعا من غير اوريو. كمان هنعمل وليمه حرفيا من البيت، ولا حتى كمان قوالب ولا حتى كمان ايس كريم. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. السلام عليكم اختي في الله. هتروحي السوبر ماركت، البسكوت اللي قدامكم ده العلبه بتاعته ب 26 جنيه في 6 بسكوتات. تمام، هو تقولي لي مش اوريو، هقول لك شكل الاوريو كل ما هو مدور وشوكولاته هتجيبيه وخلاص. المهم انا جبت كده العلبه ب 26 جنيه. هبدا اقول بسم الله وافتح كده اكياس البسكوت. هاخد منهم مثلا 5 اكياس بس، وهشيل منهم يا بنات الكريمه اللي بتكون في النص. يعني هنحط كده البسكوت لوحده وكمان الكريمه اللي في النص هتكون لوحدها. المهم تحافظي على الكيس وانت بتطلعي منه البسكوت ان هو ما يتقطعش منك، علشان ده هيكون القالب بتاعنا. بعد ما طلعت كل كميه البسكوت هبدا اخد منها كده مثلا 6 7 بسكوتات كده متفرفطين عن بعض تفرفتين. المهم هركنهم كده على جنب، وبعد كده هاخد كل البركه اللي موجوده جوه الطبق وهاتك يدعك وفرم وهرس جوه الكيس ده لحد ما يطحن معايا كده طحن يا بنات، او تكسير خشن مش تكسير ناعم، تكسير خشن. ونركن بعد كده على جنب ونشتغل بقى في البوله اللي فيها الكريمه. حد هيقول لي مش قلتي من غير كريمه يا ابوي؟ مش الكريمه اللي بره بتاعت الناس الاغنياء، لا الكريمه بتاعتنا احنا اللي احنا شلناها من قلب البسكوت. اختي في الله ركزي مالك كده في ايه. هنحط عليهم بقى 6 معالق كبار، شوفي الصدمه بقى، 6 معالق كبار من الكريم شانتيه، وعليهم كمان كوبايه ميه متلجه، ونبدا نقلب كويس جدا. حد هيقول لي ينفع نحط حليب؟ حطي يا قلبي، عندك فلوس وتجيبي، ما تحطي، ما حدش حاشك. المهم بعد ما تقلت معايا كويس جدا هجيب بقى مطحون، احنا مطحنينه يا بنات خشن. البسكوت فردته كده على الكريمه وشلت منه حبه صغيرين علشان هزين بيها الوش، وهاتك كده تقليب لحد ما يتخلط مع بعضه كويس جدا. طعمه يتاكل كده وربنا، تحطي كده في بوله وتاكلي كده على طول. ولسهوله الاستخدام هنجيب اي كيس مطبخ نحط فيه كميه مناسبه، ونبدا بقى نعبي الاكياس بتاعتنا. ما شاء الله هترمي معاكي كميه حلوه جدا. وبعد كده هتجيبي العصيان دي تبداي تحطيها كده في النص، ونحاول نبطط كده الكيس عشان ما يكونش قلبوزه في الاخر، ونرمي في قلب الفريزر ونشوفه بعدين. بعد كده هجيب بقى البسكوت اللي انا كنت شايله جنبي، هحط كده يعني بسكوتين تحت بعضهم، وهبدا ان انا احط الايس كريم كده فوقيهم بالراحه، والحسي اي حاجه بتنزل مفيش اي مشكله. بعد كده هجيب العصيان احطها بالشكل ده، وادي كمان طبقه يا بنات من الايس كريم. تمام كده علشان برضو العصايه في النص تثبت معانا. وهنجيب بعد كده بسكوت نحطه من فوق، وده هيديكي شكل خطير، الاولاد بيحبوه جدا. وارمي في قلب الفريزر. اللي اتبقى مننا بقى ده تعملي لنفسك بوله كده حلوه، اخدت فيها كل اللي حواسه وكل البواقي اللي كانت في البوله، وفرمت الشويه اللي احنا كنا فرمينهم وشايلينهم كده جنبنا، رشيتهم على الوش واديتهم تقليبه. وحطيت بعد كده بسكوت البديل الاوريو او الاوريو الكداب بالشكل ده، وغطيتها ودخلتها الفريزر. وكده بعد ما جمته، مش جمده قوي بس جمده علشان الحق اخلص، يعني انزل لكم الفيديو وتلحقوا تعملوه لانه حقيقي تحفه وهيخلص من اول مره. الخطوه دي مش لازم تعمليها لان انا حاساها تكلفه، ولكن علشان التصوير يعني مش هرماكم من حاجه. هتجيبي كوبايه فيها ميه وفيها كمان تلج عشان تكون ساقعه معانا، وهنا شوكولاته انا سيحتها وحطيت عليها معلقتين كبار من الزيت علشان تكون طبقه الشوكولاته فوق الايس كريم خفيفه. تمسكي بقى ايس كريم يا اختي في الله وتحطيها في الشوكولاته، وبعد كده على الميه المتلجه على طول، بعد كده على بقك. تكليب الف هنا وشفا، مش محتاجين ندخل فريزر مره تانية. هنا بقى حسيت ان كده هتضحك عليا وتاخد كل الشوكولاته، فجبت كده معلقه وبدات ان انا انزل على الايس كريمه كده من فوق لحد ما الاقيها ان هي اتغلفت. على طول هنحطها في الميه المتلجه. الدولسيكا من الدولسيك الجمر اللي انتوا شايفينه ده بتتباع ب 17 جنيه، اما البوله اللي هي بتبقى في علبه بلاستيك كده ب 22 جنيه. فتخيلي التكلفه، ما شاء الله تبارك الله. عملتي كميه قد ايه والجاهز بقد ايه؟ مش هنقعد نحسب عشان ما عندناش وقت. المهم انا بقى بحب المشروب ده جدا. حطيت ايس كريمايه عليها شويه كده من التلج، نص كوبايه من الحليب، شويه ميه مش هتقول، واضرب كويس جدا كده مع التلج كده، ونحطه كده في البوله. وفاكرين ايس كريم الشوكليت اللي احنا عملناه خطير ولسه قاعد منه بولتين كنت مخبيهم من العيال وصاحب البيت. حطيتها على الوش بالشكل ده وبديها كده تقليبه، وبقعد بنفسي مع نفسي كده عشان محدش يكلمني ومحدش ياخد منها. بتكون طعمها خطير وبترطب قوي قوي. تعالوا نشوف بقى الجمال ونقول تسلم ايدك يا بنتي يا اموله، واخبطيني كده احلى لايك من ايديكي واجمد تعليق كمان منك. وما تنسيش ان انا هسيب لك لينك التطبيق اللي تقدري من خلاله تشاهدي الفيديوهات وينزل لك ربح كده بسيط وعلى قد الايد في اول تعليق. بصوا لي كده على قطمه الايس كريم، حقيقي خطيره. الشكل ده بالذات الاولاد حقيقي بيعشقوه. اتمنى تجربوها وهستنى رايكم في التعليقات. الفيديو خلص، مع السلامه.
صحينا من النوم العيال كلهم مخنوقين وعلى اخرهم زي ما بقول لك كده. قمت كلمت اختي كده في التليفون، قلت لها الواحد مفرهد مش عارف يعمل ايه. قامت شوحت لي يعني، وشفت ايديها بتشوح لي. امي يا اختي اعملي لهم اي حاجه ترطب على قلبهم. قلت لها عيون قلب اختك. المهم ايه، انا شفت كده شيء، ايه الفكره دي كانت فين من زمان. اخش اشوف الوصفه، الاقي الوصفه دي بتاعتي انا من سنه ونص على صفحتي. بما ان جحا اولى بلحم طوله، فقررت ان انا هعمل الوصفه تاني معاكم النهارده. جبت كده كوبايتين، كاسين من الحليب، عليهم كيسين كده من النسكافيه، قلبناهم كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. نزلت بعد كده في بوله وشلت منهم حبه صغيرين كده، حطيت لهم معلقه سكر وشلتها على جنب. في البوله دي بقى هحط 6 معالق كبار من السكر. حتى هيقول يا بنتي اموله السكر ده مش كتير شويه؟ هقول لك لسه واخدين التومين امبارح يعني احنا في قمه لسه واخدين التومين امبارح. المهم هنرفعهم بقى على نار هاديه، ما ابو بلاش كتر منه بقى. هنرفعهم على نار هاديه ونبدا نهدي النار كده شويه، يسخنوا كده مع نفسهم ويتعتقوا بقى علشان ياخد طعم القهوه. بعد كده هجيب بوله حطيت فيها 4 معالق من الدقيق، 4 معالق من النشا، وحطينا كمان في الاخر معلقه من الكريم شانتيه. طبعا الشيف حطت 4 نشا وواحده دقيق، على اساس كده بتغير في الوصفه يعني. المهم يلا زي بعضه، هنعمل ايه؟ الواحد لازم يزكي عن صحته. ما علينا. رفعنا كده الحليب زي ما شفتوا كده مع القهوه. مجرد ما سخن نزلنا بالخليط بتاع النشا والكريم شانتيه وشويه الميه اللي احنا حطيناهم ودوبناهم كويس جدا. هنبدا بقى نقلب لحد القوام ما يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده ملوش علاقه خالص بالمهلبيه، عشان ما حدش يقول لي ده مهلبيه، لا خالص والله طعمها خطير. هنروح بقى بما ان احنا خدنا التومين، فمش برضو مش يعني وفرنا فلوس هنروح نصرفها، لا. ده بقى البسكوت ده الكيس بجنيه، تمام. في 3 بسكوتات كده يتامى من جوه، صغننين جدا، ملوش علاقه بالاوريو اصلا، بس احنا بنضحك على نفسنا. احنا كده بنحب نضحك على نفسنا. هنجيب بقى البسكوت ده ونبدا بقى ما نحطش بسكوته كامله عشان كده تبذير وازعل منكم. هنفتح البسكوته عن بعضها هيدينا بسكوتين. هنبدا كده نغطسهم في شويه القهوه بالحليب اللي احنا سيبناها فاكرينها. هنبدا نغطسهم ونحطهم كده في القاعات بتاعه الكاسات بتاعتنا، وبعد كده بننزل بالخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين لنص الكاسه بس. وبعد كده برجع احط بقيه البسكوته كده في النص، وبعد كده اكمل الكاسات. حطينا الطبقه التانية، هندخلهم بقى التلاجة كده يهدوا شويه. بعد كده هنجيب كيس من النسكافيه، هنحط عليه معلقه ونص كبار من السكر، وهنبدا بالمضرب بالشكل يعني الضربه اللي انت شايفاها دي. شايفه انا بعمل ايه؟ كاني انتوا عارفين الحركه دي كانك بتعملي بمضرب بالظبط، هيعمل معاكي فوم وكل حاجه وهيتقل كمان معاكي. تمام. هبدأ بقى ان انا اعمل فيه لحد ما لونه يفتح معايا تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويكون معايا تقيل. بعد كده هطلع بقى الحلوه بتاعتي من التلاجة التحليه، وكيس بسكوت تاني، معلش الكيس قلت لك بجنيه، هو رخيص مش غالي يعني. هنبدأ بقى نحط هنا معلقه من خليط الفوم بتاع النسكافيه. على فكره ممكن ما تحطيش الطبقه الثالثه دي، بس صراحه بتخلي طعمه حلو قوي، حاجه كده بتلاقيها بتدوب في بقك تحفه. هحط كده معلقه وتبداي تخبطي كده في قاع الكوبايه بتاعتك او الكاس اللي انت حاطه فيه، وبعد كده بنحط بسكوته من فوق، بيكون شكله خطير. بس اوعي تاكليه دلوقتي، هندخله التلاجة ربع ساعه بالظبط، هتلاقيه فصل معاكي طبقات. اموت واعرف الطبقه اللي في النص دي جت منين انا نفسي ما اعرفش يعني. انا نفسي افهم الطبقه اللي في، تحسوا اللي هي قلبت كيكه قدره قادر، ما تفهموش يعني. حقيقي بتبقى حلوه جدا. دي احنا لسه صابينها دلوقتي مش هناكلها، هندخلها التلاجة ربع ساعه وهنطلعها، وشوفوا شكلها في المقطع اللي جاي. ايه جت منين الطبقه دي؟ حد يفهمني يعني ايه مش فاهمه. بصوا بقى كده بتديكي طبق عسلي كده في النص، بيبقى شكلها حلو جدا، ولما بتيجي تاكلي بتحس ان هي طبقات. طبقه تحت سميكه شويه، في قلبها كده بسكوت الشوكولاته، ومن فوق الفوم بتاع النسكافيه مع السكر. لا، حاجه كده بتدوب في بقك، تحفة وحلوة جدا جدا. اوعدك لما تيجي تعمليها اعملي منها المقدار ضعف اللي احنا عملناه النهارده. طيب تقريبا مقدار الحليب قد ايه اللي انا استخدمته؟ نص كيلو، حطيت عليه شوية مية، مش هنكذب على بعضينا عشان نكمل بقية الشهر يعني. بصوا والله العظيم طعمها حلو جدا، والنسكافيه عموما او القهوة بتخش في اي حاجة بتغير طعمها تماما. بصوا بقى الجمال، حاجة كده تستاهل بقكم، طبقات من جوه كريمية وناعمة. جربوها وهستنى رأيكم. مع السلامة.